السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد مع بعض، وهو عن طريقة غسل الشفاط بطريقة كده سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتعجبكم. طبعا أنا حبيت إن أنا أشارك معاكم الفكرة. وطبعا الشفاط زي ما انتم شايفين هو نظيف، بس أكيد عليه برضو دهون كده بسيطة، لأن أنا كل شهر لازم أنزل الشفاط وأغسله. لازم كل شهر مرة كده في الشهر أقوم منزلة الشفاط ده، وأقوم منزلة غسلة من عليه الدهون كده ومنضفاه. ودلوقتي بقى هوريكم ازاي انا بقلع الشفاط. اول حاجه بتطلعي ايه، في زرار اهو زي ما انتم شايفين كده، بتدوسي عليه جامد بتقوم القطعه دي خارجه معاكي اهي. انا كده خرجت القطعه زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا اول حاجه قبل ما تشيلي اي حاجه خالص بتكوني فاصله الفيشه من الكهرباء، دي اول حاجه تعمليها. دلوقتي بقى هقلع برضو الوش اهو زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين اهو، ادي القطعه اللي فوق دي، وادي كمان الوش بتاع الشفاط. دول بقى ايه هغسلهم معاكم. طبعا انت عشان خاطر اصلا ال انا بغسله كل شهر ومواظبه على غسيله، فدهون بسيطه جدا محطوط عليها وزي ما انتم شايفين كده. اما لو انت بقى بتسيبيه لفتره طويله، فانت هتحتاجي ان انت بقى تغلي ميه سخنه، وتنزليها من على النار، وهتنزلي فيها ايه القطعه دي. وطبعا هتحطي برده ميه دافيه على القطعه دي. فاحنا عشان برده ما ناخدش وقت ويبقى التنظيف بالنسبه لنا سهل، ناخد الحاجه اول باول. فانا ايه يعني كل شهر لازم اغسله. دلوقتي بقى هغسله معاكم ببريل وسلك، هيكون سهل جدا. دلوقتي بقى ادي السلك والبريل اهو، هيتغسل معايا بسهوله جدا، لان انا طبعا ايه كل شهر كده ايه ايدي فيه وبغسله اهو. انا يعني بقالي كتير جدا متجوزه، فيعني كاني لسه جايباه، لان ايدي فيه على طول. طيب انت ما عندكيش بقى وهتحط ميه والكلام ده، يبقى هتاخدي له ميه وتبقى تكون دافيه يعني، وتنزلي فيها القطعه دي وتسيبيها شويه عشان خاطر ايه الدهون تبدا تسيح معاكي، وتبداي تغسليه. عندك برضو ايه منظف كده اسمه سيف، برضو بيسهل في تنظيف الدهون. ممكن برضو تجيبيه وبرضو تغسليه بيه اهو. هشوف بقى القطعه كده، ما هياخدش معاكي دقيقتين، ما دام بتغسليه كده كل شهر والله ما هياخد معاكي دقيقتين بالظبط اهو. دلوقتي بقى بعد ما غسلت كده هركنها بقى على فوطه كده ايه لحد ما ينشف معايا خالص، ونركبه مع بعض. هاجي برضو للقطعه دي برضو اهو، هيتغسل معاكي سهل جدا، لان انت بتغسليه على طول وما يبقاش متراكم عليه دهون ولا اي حاجه اهو. دلوقتي برضو هشطفه معاكم اهو زي ما انتوا شايفين اهو.
دلوقتي بقى بعد ما غسلته كده كويس جدا هبدأ ان انا برضو انشفه. بصي بقى ده بقى حابه ان انت برضو تشيليه وتغسليه كده برضو بنفس الطريقه، مفيش اي مشكله خالص. بس عشان انا خاطر الدهم مسمر في الالمونتات فما بعرفش ايه اقلعه. تاني حاجه ما بعرفش ان انا برضو ايه اطول كده ايه واغسله. فيعني انا شايفه ان مفيش مشكله ان هو يبقى كده، يعني مفيش مشكله خالص. فعشان ما بعرفش فعلا اقلعه واغسله فايه بسيبه كده يعني. دلوقتي بقى ايه هركب بقى. انا بقى حبيت بس اوريكم الفكره اللي انا فعلا بنضف بيها الشفاط من بره اهو. هبدا بقى ايه ان انا اركبه اهو عادي جدا اهو. اهو كده اتركب معايا كويس جدا اهو. وبرده هبدا ان انا ايه اركب الوش اللي بره اهو بكل سهوله ومفيش اي مشكله خالص. وكده الشفاط احنا ظبطناه وغسلناه ومفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وتكوني اول واحده بتشاهدي الفيديو. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.